احنا قلنا الاداره توتو على كبوته كده 8 فصول. كم فصل؟ 8. يعني لو احنا بنقول كل اسبوع فصل يعني محتاجين شهرين. انا مش هستنى شهرين يعني، احنا بس بننقنا بس من اول 8 ممكن نكثف عشان يبقى عندنا وقت نقعد نراجع. انا قلت يا جماعه بعد اذنك فضي لي بس في اليوم نص ساعه مذاكره، بعد كده العب براحتك. احنا قلنا الاداره لو انتوا فاكرين هي عمليه او ممارسه العمليه الاداريه من خلال 4 كلمات: تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابه. يبقى الاداره هي 4 كلمات، ايه هم بقى؟ تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابه. من اول الفصل الثالث هناخد ايه بقى؟ تخطيط بتفاصيله، وناخد ايه؟ يعني ده الفصل الثالث وده الرابع وده الايه؟ وده السادس. ده منهج الاداره من اول الفصل الثالث. يبقى اول فصل وثاني فصل عباره عن مقدمه. احنا قلنا الاداره هي حسن استغلال الموارد. الاداره هي حسن استغلال ايه يا اولاد؟ يعني معايا موارد بستغلها كويس. زي النهارده بديك 100 جنيه، سيب الورق سيب الورق، بديك 100 جنيه، الشاطر اللي يحافظ عليهم. الموارد دي قلنا قد تكون موارد ماديه، آلات ومعدات، قد تكون موارد ماليه، قد تكون معلومات، قد تكون موارد بشريه، افراد. يبقى سواء كانت موارد ماليه، ماديه، معلومات، موارد بشريه، لازم استخدمها كويس. اللي يعرفني بيه حسن استخدام الموارد، استخدم الموارد بشكل كويس، هي مين يا جماعه؟ الاداره. يبقى الاداره هي حسن استغلال او استخدام الموارد. والموارد مش ماديه بس ولا بشريه بس. يعني بحتاج في الشركه يا اولاد، بحتاج الات ومعدات عشان اشتغل، بحتاج فلوس، بحتاج معلومات عن المنافسين والسوق والعملاء، بحتاج موارد بشريه، افراد تشتغل. الاداره هي تحقيق الاهداف من خلال الاخرين. انا كمدير عشان اوصل للهدف لازم ناس تشتغل معايا. يبقى اي مدير يا جماعه بيحقق الاهداف من خلال مين؟ الاخرين. وقلنا في الاداره عندي 3 مستويات اداريه، فاكرينهم؟ قولوا بقى معايا، اداره ايه؟ وانا قلت سواء كنت اداره عليا او اداره وسطى او اداره مباشره، انت بتمارس مين؟ يلا بتمارس مين؟ تخطيط، تنظيم، توجيه. يعني بتعمل ال4 وظائف. بس الاداره العليا بتهتم اكتر بالتخطيط، الاداره الوسطى بتهتم اكتر بالتنظيم. ليس معنى ذلك، ليس معنى كلامي ان الاداره الوسطى بتعمل تنظيم بس، لا، ده بتعمل ايه يا اولاد؟ تخطيط وتنظيم وتوجيه وايه؟ ورقابه. الاداره المباشره بتهتم اكتر بمين؟ وفي وظيفه ثابته في الكل. فممكن اجيب لك سؤال في الامتحان اقول لك تهتم الاداره العليا، الاداره العليا بمين بقى؟ بالتخطيط والرقابه. طب الاداره الوسطى بتهتم اكتر بمين؟ بالتنظيم والايه؟ طب الاداره المباشره بالتوجيه والايه؟ يعني طب مين الوظيفه المتساويه فيهم كلهم؟ الرقابه موجوده في الكل. وقلت كمان ان الاداره العليا دي بتحتاج مهارات فكريه، والاداره المباشره بتحتاج مهاره فنيه. عشان كده بيجي لنا السؤال زي بيقول لك كلما صعدنا الاعلى، كل ما بطلع لفوق بتزيد المهاره الفكريه وتقل المهاره الفنيه. يعني المهاره الفكريه دي بتكون في اعلى مستوى لها في الاداره الايه؟ العليا. طب المهاره الفنيه بتكون في اعلى مستوى لها فين؟ في الاداره المباشره، يعني بتكون مطلوبه قوي في الاداره المباشره. طب كل ما نزلت لتحت ايه اللي يحصل؟ اعكس بقى، هتقل الفكريه لان الناس اللي تحت دول محتاجين فنيه، وتزيد الفنيه. يبقى كلما صعدنا الاعلى بتزيد الايه؟ بتزيد ايه يا اولاد؟ عايز اسمع. وتقل. طب كل ما بنزل لتحت بتقل الفكريه وتزيد الفنيه. ده جزء كنا اتكلمنا في الاول. برضو قلت الاداره العليا بتهتم بالعموميات، بالكلام العام. اما الاداره المباشره بتهتم بالتفاصيل. يعني ده لازم نقعد معاه ونرغي ونقول تفاصيل. بعد كده في الفصل الثاني بقى عندنا حاجه اسمها تطور الفكر الاداري. تطور الفكر يا اولاد، يعني ايه تطور الفكر الاداري؟ يعني الاداره دي ما جاتش كده، لا، احنا عندنا حاجتين تاخد بالك منهم: الاداره كممارسه والاداره كعلم.
الإدارة كممارسة أو كتطبيق فهي قديمة، قدم الإنسانية نفسها. يعني إيه؟ يعني من ساعة ما ربنا خلق الإنسان على الكون وفي إدارة. بمعنى أنا شرحت مرة قبل كده الأهرامات، قلت يا أولاد كان شرق الهرم ده كان نيل، والنيل كان بيغرق المنطقة، فلما جم يبنوا الأهرامات اختاروا أعلى منطقة في الهرم عشان المية ما تطلعش عليهم. إذا الإدارة كممارسة في فكر، ناس كانت بتخطط، هي قديمة من ساعة ما ربنا خلق الإنسان. أما الإدارة كعلم هو علم حديث ظهر سنة 1911، يعني أول كتاب اتعمل في الإدارة سنة 1900 وكام يا أولاد؟ و11 على يد واحد اسمه تايلور. وتايلور ده الأب الروحي للإدارة، سموه أبونا إيه؟ أبونا تايلور. أبونا إيه يا أولاد؟ تايلور أو تايلور، هو الأب الروحي، لأن أول واحد عمل كتاب في الإدارة اسمه تايلور. يبقى الإدارة كممارسة أو كتطبيق هي يا أولاد قديمة من زمان قوي والإدارة موجودة. لكن الإدارة كعلم، يعني إيه كعلم؟ يعني كتاب مكتوب عليه الإدارة. يعني دي الكشكول ده، معلش كشكول. أول ما تمسك كتاب كده تلاقي مكتوب عليه الرياضة، ده اسمه علم الرياضة. إدارة، ده اسمه علم الإدارة. أول كتاب اتعمل في الإدارة كان سنة كام بقى؟ 1911. اللي عمل الكتاب ده مين؟ واحد اسمه تايلور أو تايلور. طيب عشان كده في تطور الفكر الإداري هنتكلم بقى عن مدرستين النهارده معروفين قوي. دي النظرية العامة للإدارة. في حاجة اسمها المدرسة الكلاسيكية أو المدرسة التقليدية، وفي بعد كده المدرسة السلوكية، وفي ناس بينطلقوا عليها العلاقات الإنسانية. المدرسة دي يا أولاد كان لها رواد كتير، أشهرهم واحد اسمه تايلور، واحد اسمه هنري فيول. يبقى نرجع تاني ونقول ان النظريه العامه في الاداره كانت عباره عن مدرستين. المدرسه الاولى اسمها المدرسه الايه؟ كلاسيكيه. ليه سموها كلاسيكيه؟ يعني ناس فكرهم قديم. لما واحد يقول لك الراجل ده لبسه كلاسيكي او تقليدي، يعني فكره قديم شويه. دول كان 2 رواد. تايلور اشتغل على المصنع اللي هو الناس الغلابه الموظفين اللي شغالين. هنري فيول اشتغل على الاداره العليا. يعني اول سؤال هقول لك في الامتحان كده، انصبت جهود فيول، هنري فيول، على مين؟ على الاداره الايه؟ اما تايلور اشتغل على مين يا اولاد؟ المصنع او العمال. بالنسبه لتايلور عمل كتاب اللي احنا قلناه سنه 1900 وكام؟ اما فيول عمل 14 مبدأ. حتى يجي لك في الامتحان كده يقول لك ايه؟ اول من صاغ المبادئ الإدارية. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني فيول ده يا ولاد قال لو انت عايز تبقى مدير ومدير ناجح، عمل لك 14 سلم تطلع عليهم، حط لك 14 ايه؟ مبدأ. قال لك لو طبقت ال 14 مبدأ دول انت مدير ناجح. فبيجي دايما في الامتحان يقول لك ايه؟ اول من صاغ المبادئ الإدارية. المبادئ يبقى هنا ايه؟ فيول. لو جاب لك كلمة مبدأ مبادئ ده فيول. طب عم تايلور ده بقى عمل كتاب. الكتاب ده قال فيه ايه يا اولاد؟ اول حاجه قال الاسلوب العلمي، يعني لازم نشتغل بشكل ايه؟ علمي. كمان حدد السلطات والمسؤوليات. فقال ايه بقى؟ قال الاداره العليا بتخطط وتنظم والعمال ينفذوا. يبقى وفقا لعم تايلور عمل احلال الاسلوب ايه يا اولاد؟ العلمي، يعني اتكلم بشكل علمي لان هو عمل كتاب. كمان قال وزع السلطات، قال الاداره العليا بتخطط وتنظم. يعني عند تايلور مين اللي بيخطط وينظم؟ الاداره الايه؟ العليا. والعمال الغلابه دول اللي بينفذوا. يبقى نرجع تاني ونقول يا اولاد تطور الفكر الاداري. اول حاجه الاداره كممارسه هي اداره ايه؟ قديمه، يعني الاداره بتطبق من زمان قوي. اما الاداره كعلم هو علم ايه؟ حديث. مين صاحب العلم ده؟ تايلور. عشان كده قالوا هو الاب الروحي او الاب الشرعي للاداره. الاتنين واحد. طبعا قبل التطور ده كانت الاداره عندنا قبل القرن العشرين شغاله بمبدا اسمه التجربه والخطا. يعني قبل التطور ده كانوا شغالين بمبدا اسمه يا اولاد؟ يعني اعمل شركه واجيب مدير يقعد يجرب فيا. طب وغلط، ما اقول مش ايه؟ مش مشكله. كانوا ماشيين بمبدا المسامح كريم.
نسامحه ويجرب تاني. بس كان المبدأ ده ناجح. كلمة قبل القرن العشرين يعني قبل ما نوصل ل 1920، يعني قبل ما اوصل للرقم ده. طيب ليه كان مبدأ التجربة والخطأ في الفترة دي ناجح؟ يعني عادي المدير غلط فمش مهم بنعديله، لان كانت كل حاجه لسه نونو صغيره، يعني كانت الاسواق محدوده، الشركات قليله، مفيش تدخل من الحكومه، مفيش ضغط، كان كل حاجه كانت ايه بسيطه. لكن النهارده يا اولاد الشركات كبرت. لك ان تتخيل بس عشان انتوا لسه صغيرين ان الدول دي غلابه. يعني لما تشوف دوله زي مصر والسعوديه وامريكا، الدول دي اقسم بالله العظيم غلابه. انا لك ان تتخيل ان في شركات يا ماما تشتري الدول دي ببيوتها بنسوانها برجالتها بكل حاجه. لك ان تتخيل يا عم بودة شركه واحده يا اولاد، انا شفت شركه راس مالها حوالي يعني بتاع مثلا اكتر من 10 تريليون دولار فلوس، اصلا لو جبتها مش هتلاقي لها مكان تتخزني فيها. شركه اسمها بلاك روك، دي شركه بتعمل زي اداره استثمارات كتيره في العالم. لك ان تتخيل ان شركه سامسونج التعبانه بتاعت الموبايلات دي راس مالها بس تشتري كل الدول العربيه. يعني جابوا السعوديه، قطر، البحرين، الاردن، الكويت، مصر، جابوا الدول دي كلها ببيوتها بفلوسها ببترولها بكله، ما جابوش نص فلوس سامسونج. فالشركات يا اولاد، فالنهارده مش هيبقى عندي شركه زي سامسونج دي بقول لك تشتري العالم لو عايزه، تجيب بقى مدير يقعد يجرب فيها، لا. النهارده اصبح المبدا الاداري السائد في الشركات الكفاءه. الشاطر يجي يمسك الشركه ويدير، لان مليارات النهارده الخساره في فوره. كان في زمان شركه عندنا اسمها نوكيا، حد فاكرها؟ موبايلات النوكيا دي انا على ايامي كان اللي معاه نوكيا ده كان رقم واحد، كانت زي الايفون كده. بسبب سوء الاداره اللي عندهم وعشان ما حدثوش، نوكيا بره السوق دلوقتي. كام واحد النهارده بيشيل موبايل؟ لو شفنا كلنا هتلاقي معاك يا اوبو، كلها موبايلات امريكيه او سامسونج او ايفون، كل الموبايلات كده. مفيش حد شايل نوكيا النهارده، قليل قوي. مش معنى كده ان نوكيا دي وحشه، لا، هي كانت مشكلتها سوء الاداره، مشكلتها يا اولاد. يبقى المبدا الاداري قبل القرن العشرين كان اسمه ايه بقى؟ التجربه والخطا. التجربه والايه؟ طب ليه المبدا ده كان ناجح؟ عشان كل حاجه كانت ايه؟ صغيره. لكن مع كبر حجم الشركات ما عادش ينفع تجربه وخطا. امال مين اللي ينفع؟ الكفاءه. طيب النظريه العامه للاداره اللي هنتكلم فيها، اول حاجه اسمها ايه؟ المدرسه الكلاسيكيه والتقليديه. مين اشهر رواد ليها؟ واحد اسمه ايه؟ تايلور. وايه؟ طيب تايلور اشتغل على مستوى المصنع وعمل كتاب واتكلم فيه عن الاسلوب الايه؟ العلمي، وكمان اتكلم على تحديد السلطات والايه؟ والمسؤوليات. قال الاداره العليا تخطط وتنظم والعمال ينفذوا. اما فيول بقى اشتغل على الاداره العليا، عمل 14 مبدا. قال ان الاداره 5 يا اولاد. ايه يا عم كان انت محيرنا ليه؟ مش انت قلت هم 4؟ تخطيط، تنظيم، توجيه. هو ضاف لهم وظيفه اسمها التنسيق او الامر، يدي الامر المباشر يعني. فالمهم ممكن اجي اقول لك وضع فيول عدد للوظائف الاداره، العدد 5 ولا 4 ولا 3؟ 5. وقال اي شركه بتمارس 6 انشطه. يبقى فيول لو انت ركزت معايا عمل 3 حاجات، عمل 14 مبدا، 5 وظائف للاداره، كم نشاط للمشروع؟ 6. يبقى لما اجي اقول لك في الامتحان زي ما هنحل دلوقتي، اول من صاغ المبادئ الاداريه ده مين يا اولاد؟ فيول. مين؟ فيول. مشكله بقى المدرسه دي اللي هي الكلاسيكيه دي ركزت على زياده الانتاجيه، يعني كان اهم حاجه عندهم الانتاج. بس مشكلتهم اعتبروا الانسان ترس في آلة. الناس دي كانوا بيبصوا للإنسان، مفيش مراعاة للبشر، مفيش حاجة اسمها الجانب الإنساني، لا ده اهتموا بالجانب المادي اللي هي الإنتاجية والآلات لكن الجانب الإنساني لا. يبقى مين اللي أهمل العنصر البشري؟ المدرسة ليه بقى؟ الاثنين مع بعض. بس مش معنى كده ان ده كان في وادي، لا، ده الاثنين دول جهودهم كانت جهود متكاملة، يعني كانوا بيكملوا بعض. يبقى المدرسة الكلاسيكية رغم ان هي نادت بزيادة الانتاجية الا انها ركزت على الجانب الايه؟ المادي، واعتبرت ان الانسان ترس فين يا اولاد؟ في آلة. ترس فين؟ في آلة. يبقى نرجع تاني ونقول الإدارة هي ممارسة 4 وظائف. ايه هم بقى؟ تخطيط، تنظيم، توجيه. الإدارة هي حسن استخدام الموارد. الموارد عندي فيه موارد ايه؟ مادية ومالية ومعلومات وموارد بشرية. اي إدارة 3 مستويات، إدارة ايه؟ عليا، وسطى، مباشرة. العليا بتهتم اكتر بمين؟ التخطيط، والوسطى والمباشرة
اما الرقابه متساويه في الكل. الاداره العليا بتحتاج اكتر مهاره ايه؟ وبتهتم بالايه؟ بالعموميات. اما الاداره المباشره بتحتاج مهاره فنيه وبتهتم بالايه؟ بالتفاصيل. طب في مهاره ثالثه اسمها مهاره انسانيه. الانسانيه دي مطلوبه في الاداره العليا والوسطى والمباشر بشكل متساوي. طيب في الفصل الثاني اللي هو تطور الفكر الاداري، قلنا الاداره كممارسه هي موجوده ايه؟ من قديم الازل. اما الاداره كعلم هي علم ايه يا اولاد؟ حديث. مين الاب الروحي للاداره؟ تايلور او تيلور. طب الاداره دي علم من العلوم اللي الطبيعيه، يعني بندرس الفلك والطبيعه، ولا علم من العلوم الاجتماعيه بندرس البشر والعمال؟ الاداره علم اجتماعي، يعني بيدرس البشر والمجتمع. طيب لما اجي اقول لك انصبت جهود نقط على الاداره العليا يبقى ده مين؟ فيول. طب لو قال لك المصنع يبقى مين؟ تايلور. صعب ده يا جماعه؟ طب قبل بس ما ادخل في المدرسه الثانيه هقول بعض الاسئله. لا نجيب صفحه 4 كده، نجيب صفحه 4 في اسئله صح وغلط كده. ممكن نجاوب اول سؤال يا صديقي؟ يلا ممكن نجاوب اول سؤال صح وغلط. تحت مكتوب اسئله بنظام البابل شيت على الفصل الثاني صفحه 4. يعتبر فريدريك تايلور من رواد مدرسه العلاقات الانسانيه. بص لي هنا، هو تايلور اهو او تايلور اهو رائد من رواد المدرسه اللي هي يا اولاد اهي يا جماعه. بصوا لي هنا تايلور اهو كلاسيكيه او تقليديه. طب شوف اللي بعده كده. كان المدخل الاداري السائد قبل القرن العشرين هو مدخل التجربه والايه؟ والخطا. اهو قبل القرن العشرين مين اللي كان شغال؟ التجربه والايه؟ والخطا. ليه بقى؟ ليه؟ لان كل حاجه كانت ايه؟ صغيره، الاسواق محدوده، مفيش تدخل حكومي، مفيش حاجه من جماعات الضغط النقابات، ومفيش ضغط على الشركات يعني، والدنيا كلها وردي حلوه يعني. طيب بيقول لك اهتمت المدرسه الكلاسيكيه بالكفاءه ودور العنصر البشري. يا اخي ده انا لسه قايل لك ده الكلاسيكيه دول اهملوا العنصر الايه؟ البشري، اهتموا بالجانب المادي مش البشري. يبقى بدل المدرسه الكلاسيكيه دي السلوكيه. طيب تمتلك المدرسه التقليديه نظره ميكانيكيه للامور ومفهوم خاص عن الافراد كونهم الات. طبعا صح، هم كانوا يا اولاد دايما مفكرين الانسان ده عامل زي المكنه زي الاله، انت جاي تشتغل وخلاص. يعني ده كان بيديك اللي هو الفلوس بيطحنك بيها. انا حكيت موقف وقلت اللي كان بيموت في المصنع ما كانوش بيجيبوا له عربيه اسعاف توديه المقابر، يقول لك هو مات انا هستفيد منه ايه؟ فكانوا بيجيبوا له خشبه كده 2 3 يشيلوه عليها ويرموه ورا المصنع. يعني ده الحمد لله كانوا بيعملوا حفره يردموه فيها. يعني ده عملوا فيه حسنه يعني. الناس دي ما كانش عندهم مشاعر للانسان خالص يعني. يعتبر هنري فيول هو الاب الروحي او الشرعي للاداره. غلط. امال مين الاب الروحي؟ تايلور او تايلور. طب اللي بعده تعتبر جهود تايلور ومايو. غلط. جهود تايلور يا اولاد انا كاتب الاثنين جنب بعض. كاتب مين؟ تايلور ومين؟ وفيول. تايلور وفيول الاثنين دول جهودهم جهود متكامله اهي. تايلور وفيول. طيب من اهم في سؤال تحت كده، من اهم عيوب المدرسه السلوكيه في الاداره اغفال الجانب الانساني. هو مين اللي اغفل الجانب الانساني وما اهتمش بالانسان؟ المدرسه الكلاسيكيه او التقليديه. صعب ده يا جماعه؟ طيب هو الجمله الشيء بيجي الاسئله كده تحت بعض؟ يعني ايه تحت بعض؟ مش كده بالشكل ده؟ ايوه بس مش كلها بتاعت الفصل الثاني يعني، دي كلها يعني هتلاقي سؤالين عن الاول. ايوه هتلاقي صح وغلط تحت بعضه واختار تحت بعضه بس. ايه المشكله؟ مش فاهم برضه. لا انت بتتكلم على الخط يعني؟ لا هي يعني بتتكلم على الخط عشان انا مصغره هنا. لا في الامتحان ما شاء الله عليه. لا الامتحان هتلاقي ده عشان ببقى حاطط اسئله كتير فببقى ضاغط بس عشان ايه؟ الصفحه تشيل اسئله كتير يعني. طيب تعالوا بقى نشوف المدرسه اللي هي السلوكيه دي. في ناس كتير كانوا رواد فيها بس هنركز على اثنين. واحد اسمه روبرت اون، واحد اسمه ألتن ميو. روبرت اون ده اول من يهتم بالعنصر البشري. يبقى اول واحد يتكلم عن العنصر البشري واهميته في مجال العمل واحد اسمه روبرت يا اولاد اون. جه واحد اسمه ألتن ميو بص على الناس دول
قال لهم يا جماعه حرام عليكم، كلامكم جميل عن الانتاجيه وكل حاجه، بس انتوا اهملتوا مين؟ فميو ده راح مدينه في امريكا كده زي مدينه 6 اكتوبر عندنا كده، منطقه صناعيه اسمها هاوسر. اسمها يا اولاد هاوسر، دي منطقه صناعيه في امريكا فيها مصانع. فميو ده راح داخل كده المصنع، اول حاجه شافها لقى الحيطان زرقاء والموظفين لابسين لبس ازرق، وانا اسف يعني، والروائح مش حلوه ومفيش تهويه ومفيش اضاءه. قال لهم ايه ده يا جماعه؟ طب الانسان هيشتغل ازاي؟ ده حرام عليكم. طب نعمل ايه يا عم ميو ده؟ قال لهم بسيطه خالص، راح مخلي الحيطان بيضه، الحيطان خلاها ايه؟ وزود الاضاءه وعمل فتحات تهويه. ده وما اكتفاش بكده، ده كل 5 6 بيحبوا بعض شغلهم مع بعض. عمل حاجه اسمها فوكس جروب، مجموعات العمل. انا لما اشتغل مع محمد وبحب محمد، حب رايح الشغل ايه؟ مبسوط، عكس ما تشغلني مع واحد انا مش طايقه او واحده انا مش طايقها او العكس. فلما شغل الناس اللي هم بيحبوا بعض مع بعض، غير جو العمل، الانتاجيه ايه؟ زادت. طب الله، طب ايه اللي زودها؟ اللي زود الانتاجيه بقى اهو، لما عمل التجارب والحاجات دي وظروف العمل، الانتاجيه يا اولاد زادت. عارفين بسبب ايه؟ بسبب حاجه اسمها اللهو الخفي، اللي هي الروح المعنويه او العامل الخفي. قال ان العامل كل ما الروح المعنويه بتاعته تزيد، انتاجه بايه؟ بيزيد. يبقى لما اجي اقول لك في الامتحان صاحب تجارب هاوسرن، تجارب هاوسرن دي يبقى التن ايه؟ التن ميو، انا كاتب ميو فوق اهو. ده نادى بزياده الانتاجيه من خلال رفع الروح الايه؟ المعنويه. ارتفعت الروح المعنويه ازاي؟ عمل جو للعمل، زود الاضاءه، غير لون الحوائط، عمل فتحات تهويه، عمل حاجه اسمها فوكس جروب، مجموعات العمل. كل ده ندى بيه عشان يبقى روحه المعنويه ايه؟ عاليه. عشان كده ميزه المدرسه السلوكيه ان هي اهتمت بايه بقى؟ بالانسان، وقالت الانسان ده كائن اجتماعي له مشاعر، عكس المدرسه الايه؟ الكلاسيكيه اللي اعتبرت ان الانسان ترس فين يا اولاد؟ في ترس في آلة. يبقى لما اجي اقول لك في الامتحان اول من اهتم بالانسان، لو قال لك اول من اهتم بالانسان يبقى روبرت ايه؟ ده اول واحد يهتم بالبشر. لكن ميو صاحب تجربه ايه؟ هاوسر، اللي هو اتكلم على الروح المعنويه. صعب اللي انا قلته ده؟ طب تعالوا نشوف بعض الاسئله. هات لي كده لو سمحت صفحه 5. صفحه 5 في النص كده، اختر الاجابه الصحيحه. جايب لي علماء، جايب لي ايه يا اولاد؟ علماء هم. جايب لك فريدريك تايلور صح؟ التن ميو، هنري فيول، واحد اسمه وودورد. طيب نمسك اول حاجه كده. السؤال الاولاني بيقول اول من قام بتحديد وظائف للاداره. عد كده الوظائف. لا عديهم بس. تخطيط، تنظيم، الامر، التوجيه، الرقابه. لو عدناهم عليهم 5. طب بصوا كده، انا قلت هنا، انت بس استعجلت في الاجابه يا ماما. بص لي هنا، بص لي يا بنت الحلال. انا قلت واحد اسمه فيول، قال الوظائف كام اهم؟ قال الوظائف كام واحده؟ طب عدهم كده لهم 5. تخطيط، تنظيم، الامر، والتوجيه والرقابه. ضاف وظيفه اسمها الامر. يبقى اللي عمل 5 وظائف فيول، يبقى الاجابه جيم، لان ده هنري فيول. طيب 2، اهتم نقط بالبحث عن افضل طريقه لاداء العمل عن طريق الحركه والزمن. اكتر واحد اتكلم عن الحركه والزمن ده تايلور. يعني ايه حركه وزمن؟ بس عشان تبقوا فاهمين. انا جبتك تشتغلي مثلا، جبت مكنه تصوير وقلت لك تعالي وقفي عليها، لقيت البنت وهي بتصور بتتحرك كتير، بتتكلم في الموبايل، رحت منادي لها بقول لك ايه، وانت شغاله بلاش موبايل، لان الشغل مش محتاج الحركه دي، فبلاش تعمليها. وهي بتصور ماسك لها الوقت، بشوفها مثلا بتطلع كام ورقه في الدقيقه ولا بتشتغل ازاي. ادي معنى الحركه والايه؟ والزمن. اي حركات غير ضروريه بنستبعدها وبنبص في الوقت، بنشوف انت بتاخد وقت قد ايه في الشغل. فاللي اتكلم عن الحركه والزمن ده مين يا اولاد؟ تايلور. ده مين؟ تايلور. السؤال اللي بعده بيقول، ده لسه عاوده بقى في المدرسه اللي جايه، اتكلم على اثر التكنولوجيا. هنتكلم مدرسه اسمها التكنولوجيا ومدرسه اسمها البيئه. اول ما نتكلم عن التكنولوجيا زي ما هاخده دلوقتي واحد اسمه وودورد. وود ايه؟ وورد. طيب المدخل اللي بعد كده، قام نقط بتجارب هاوسرن. اهو اللي عمل تجارب هاوسرن التن ميو.
التن ايه يا اولاد؟ 100. يبقى في تطور الفكر الاداري قبل ما امسح عندنا مدرستين، مدرسه ايه بقى؟ كلاسيكيه وايه؟ طيب الاثنين دول اسمهم النظريه الايه؟ العامه في الاداره. يتكلموا ليه يسموها نظريه عامه؟ لان حطوا مبادئ عامه تصلح للتطبيق في كل مكان. يعني كانوا بيقولوا كلامنا ده اهو يمشي على اي حد في اي مكان واي زمان، عشان كده سموها ايه؟ انتوا تعبتوا؟ لقيتكم بتلموا الورق وبتاع. طيب حد شاطر يحل لي كده في صفحه 5؟ حاضر مش همسح دلوقتي. سؤال رقم 14. سؤال رقم 14. كان الشغل الشاغل لعلماء المدرسة نقط هو البحث عن الطريقة المثلى لأداء العمل. خلي بالك حتى لو انت مش عارف السؤال، هنا بيقول لك الطريقة المثلى لأداء العمل. أنا عندي مدرستين، واحدة اتكلمت على الإنتاجية يعني الأداء، واحدة اتكلمت على العنصر الإيه؟ البشري. يبقى اللي كان بيهتم بالأداء دي المدرسة الإيه؟ الكلاسيكية. طيب سؤال 17 كده. يعد نقط أول عالم يهتم بالإدارة في المستويات الإدارية العليا. اللي اتكلم على الإدارة العليا ده هنري إيه يا أولاد؟ فيول. هنري إيه؟ فيول. النظرية الخاصة دي اتكلمت على حاجتين، حاجة اسمها التكنولوجيا وحاجة اسمها البيئة. حاجة اسمها يا أولاد؟ يبقى تاني النظرية الخاصة مدرستين، مدرسة التكنولوجيا ومدرسة البيئة. في بصفحة 5 عندك في مدرسة التكنولوجيا أشهر رائد واحد اسمه وود وورد. أهي وود وورد. يبقى رائد مدرسة التكنولوجيا اسمه إيه؟ وود وورد. اسمه إيه يا أولاد؟ طيب والراجل هنا اتكلم على حاجتين. أول حاجة اتكلم عنها الإنتاج الكبير، لو انت انتاجك كبير او انتاج متغير. بص يا سيدي الراجل قال ايه عشان تفهم؟ قال لو بتنتج حاجه اسمها الماس برودكشن، انتاج كتير يعني بننتج كميات كبيره، افضل حاجه هنا المدرسه التقليديه او الكلاسيكيه. يبقى الراجل ده بكل بساطه قال لو انا الانتاج بتاعي كبير اطبق مين؟ الفكر الايه؟ التقليدي. الفكر الايه؟ هنجح. لكن لو كان الانتاج بتاعي متغير اطبق الفكر الايه؟ السلوكي. مش خدنا يا اولاد مدرسه تقليديه ومدرسه سلوكيه اللي هي العلاقات الانسانيه بس؟ يبقى حاجه اقول لك كده وفقا لوود وورد. وفقا لمين؟ اهي وود وورد. اذا كانت الشركه تتمتع بالانتاج ذات الحجم الكبير افضل الفكر ملائم لها مين؟ تقليدي. طب المدرسه لو بتتمتع بانتاج متغير يبقى مين؟ صعبه دي. طيب كمان اتكلم عندنا على حاجتين تانيين اهم. قال التكنولوجيا، لو انا عندي التكنولوجيا مستقرة وثابتة فأحسن حاجة ليها الفكر التقليدي. ولو التكنولوجيا بتاعتنا متغيرة أو عدم الثبات يبقى الفكر الإيه؟ السلوكي. يبقى الراجل ده اتكلم على حاجتين، على الإنتاج وعن التكنولوجيا. قال لو الإنتاج كبير يبقى فكر إيه؟ او لو التكنولوجيا مستقره يبقى فكر تقليدي. يبقى التقليدي مع وود وورد بيمشي مع حاجتين، مع الانتاج الايه؟ كبير والتكنولوجيا الايه؟ مستقره. ادي بالنسبه لي بالنسبه لوود وورد. لكن لو كان الانتاج متغير او التكنولوجيا متغيره فافضل حاجه الفكر الايه؟ السلوك. صعب ده. عرفت وود وورد عمل ايه؟ عمل ايه؟ اتكلم على الانتاج واتكلم على مين؟ قال ايه بقى؟ يلا. قال لو الانتاج كبير يبقى فكر ايه؟ عشان انجح. لو متغير يبقى فكر. لو التكنولوجيا مستقره يبقى فكر ايه؟ طب لو متغيره يبقى فكر. ده وود وورد اللي قاله. جه بعد كده حد عندكم اهو برضو اتكلم على البيئه، نفس الكلام. البيئه بتاعتي يا اما بيئه ثابته يا اما بيئه متغيره او معقده. قال لك لو بيئه ثابته يبقى فكر ايه يا اولاد؟ تقليدي اللي هو الكلاسيكي. طب لو كانت بيئه متغيره يبقى فكر ايه؟ سلوكي. وحتى هو مسك شركتين، شركه بتاعت ملابس، شركه اسمها غزل ونسيج يعني ملابس. فقال الملابس مش محتاجه تغيير قوي، ده قماش وبنفصله يعني مش كيمياء يعني، فدي بيئه ايه؟ ثابته. يبقى
قال كده، قال شركه الغزل والنسيج احلى حاجه لها الفكر الايه؟ التقليدي، لان البيئه بتاعتها بيئه ايه؟ ثابته. اما السلوكي ضرب مثال بشركه الكترونيات على اساس ان التكنولوجيا والتليفونات والالكترونيات دي حاجات متغيره، صح؟ كل شويه يطلع موبايل جديد وحاجات جديده. يبقى بالنسبه لشركه الالكترونيات يلائمها ايه بقى؟ البيئه متغيره، يبقى يلائمها فكر ايه؟ سلوكي. اما الغزل والنسيج اللي هي الملابس بيئه ثابته، يبقى فكر تقليدي. صعب ده. ادي مدرسه البيئه. اخر حته بس في مدرسه البيئه، قالوا في عندنا 3 جوانب في صفحه 5 عندك. في جانب انتاجي، ان انا بركز على الانتاج. في بحوث وتطوير. وفي يا ولاد جانب تسويق. قالوا لو انت بتركز على الجزء الانتاجي فده تقليدي، ده محتاج فكر يا ولاد تقليدي. يبقى الجزء الانتاجي او بيسموه ميكانيكي. الفكر التقليدي ده بنسميه، يعني ايه ميكانيكي؟ يعني انت زي الآلة، تشتغل كأنك آلة. البحوث والتطوير ده فكر سلوكي او بنسميه عضوي، يعني متغير. يبقى البحوث والتطوير تعوز ايه؟ عضوي او سلوكي. الانتاجي بيعوز ايه؟ بيعوز آلات تشتغل زي الآلة. بالنسبة للتسويق زي ما انا كاتب بيحتاج الى اسلوب مرن الى حد ما. يبقى لو رجعنا كده للمدرسة او النظرية الخاصة في الإدارة، النظرية الخاصة في الإدارة قالت عندي مدرستين. مدرسة اسمها مدرسة التكنولوجيا، ومدرسة اسمها الايه؟ التكنولوجيا. اتكلم عليها واحد اسمه وود وورد اهي، وود وورد. وقال في انتاج وفي ايه؟ تكنولوجيا. لو الانتاج بتاعي كبير احلى حاجة مين؟ النظام التقليدي. لو متغير يبقى ايه؟ سلوك. لو التكنولوجيا مستقرة وثابتة تقليدي، متغيرة يبقى ايه؟ سلوك. مدرسة البيئة ده لو البيئة بتاع البيئة، لو البيئة ثابتة يبقى ايه؟ تقليدي، زي شركات الغزل والايه؟ والنسيج. لو متغيرة يبقى ايه؟ سلوكي. وخلي بالك التقليدي اللي هو الميكانيكي، والسلوك اللي هو الايه؟ العضوي. وقال ان احنا ممكن نقسم الشركة عندنا ل3 اجزاء: جزء انتاجي، جزء بحوث وتطوير، جزء ايه؟ تسويق. الجزء الانتاجي يلائم النظام الايه؟ تقليدي او الايه؟ ميكانيكي. السلوكي اللي هو العضوي ده بيلائم البحوث والايه؟ والتطوير. التسويق محتاج نظام مرن. صعب دول؟ صوروهم بقى وحل عليهم كام سؤال. يبقى هنا محتاج 4 مدارس تذاكرهم، هعمل عليهم. المدرسة التقليدية اللي هي الكلاسيكية، بعد كده مدرسة العلاقات الإنسانية، بعد كده مدرسة الايه؟ تكنولوجيا، بعد كده مدرسة البيئة. تعالوا نشوف بعض الأسئلة. هقول كام سؤال بس جم في الامتحانات، هما 3 4 أسئلة. هاتولي صفحة 5. عايز صفحة 5، والأسئلة دي مهمة جدا جدا جدا، هتيجي والله في الامتحان، ركزي معايا. أول سؤال في صفحة 5 فوق خالص، أول سؤال يا صديقي اقراه كده. قام لورنس ولورش، دول بتوع مدرسة البيئة اللي عايز أعرفهم. لورش ده مدرسة البيئة. الراجل ده قال إيه بقى؟ بص بجد، وصى بإيه؟ قال لك بالتوصية باتباع نظام إداري ميكانيكي في قطاع الإنتاج. بصوا هنا، بصوا أهو، إحنا قلنا الإنتاج قطاع إيه؟ طيب نكمل. واتباع نظام إداري عضوي في البحوث والتطوير. عضوي في البحوث والإيه؟ والتطوير. لحد كده تمام. وفي قطاع التسويق أوصى باتباع نظام إداري يتسم بالمرونة، أو اللي هو مرن. يبقى العبارة دي كلها صح ولا لأ؟ يبقى لورش ده اللي هو بتاع البيئة، ده قال قطاع الإنتاج نظام إيه؟ ممكن تيجي كده في الامتحان يقول لك الإنتاج إيه؟ أنت معايا يا بنتي؟ فاهمة السؤال بيقول إيه؟ طيب حل بقى اللي بعده. قام نفس العالم لورنس ولورش بتقسيم المنظمة إلى 3 أجزاء. أهو بتوع البيئة قسموه ل3 إيه؟ أجزاء. جزء تسويقي، جزء إنتاجي، جزء البحوث والتطوير. العبارة إيه؟ صحيح. طب السؤال اللي بعده. خرج بيرنز وستوكر، دول برضو بتوع البيئة. لورش وستيكر ده كله بتوع البيئة، بفكر إداري جديد، وهو يعد التنظيم الميكانيكي وطرق الإدارة التقليدية أكثر مناسبة للمنشآت التي تتسم ببيئة تتسم بالثبات والوضوح. ما هو الراجل قال لك اهو، قال لك لو بيئة ثابتة يبقى فكر ايه؟ يا اخي ده انا قلت لك التقليدي هو مين؟ هو الميكانيكي. يبقى البيئة اللي بتتسم بالثبات والاستقرار اديها ايه؟ فكر ايه يا اولاد؟ تقليدي او ايه؟ ميكانيكي. طب خد السؤال اللي بعده. خرج بيرنز وستوكر
بفكر إداري جديد، وهو يعد التنظيم العضوي وطرق الإدارة السلوكية أكثر مناسبة للمنشآت التي تتعامل مع بيئة تتسم بالتغير والغموض. والله قلت لك إيه؟ لو بيئة متغيرة، بيئة غامضة فيها عدم تأكد، يبقى مين الأفضل؟ اللي هو مين؟ العضوي. يبقى لو البيئة بتاعتي متغيرة، بيئة غامضة فيها عدم تأكد، لكن دي بقى ثابتة وفيها تأكد، يبقى لو متغيرة أو غامضة اديها إيه؟ سلوكي هو عضوي. طب السؤال اللي بعده، أطلق بيرنز وستوكر على الفكر الإداري الذي يتسق مع الأفكار السلوكية. أهو هو أنا لسه قايل لك، هو الراجل سمى السلوكي بالنظام الإيه؟ أهو يا أولاد السلوكي قال عليه إيه؟ عضوي. يبقى هو أطلق الأفكار السلوكية سماها النظام العضوي، يعني التنظيم المرن. طب بالنسبة للتقليدي سماها نظام إيه؟ ميكانيكي. ميكانيكي يعني ثابت أو غير مرن. بعد كده بيقول لك لم يتأثر الفكر الإداري المعاصر بفكر الفترات التي سبقته. لا، أي فكر بيتأثر بالإيه؟ بالفكر اللي قبليه. دايما يا ولاد يقول لك كده، أي علم شوف اللي قبلك قال إيه وخد كلامهم ابني عليه طوره. فدايما يقول لك ابدأ من حيث انتهى الآخرون. الكام سؤال دول مهمين جدا. يبقى خلاصة اللي أنا عايز أقوله في مدرسة التكنولوجيا، لو أنا عندي إنتاج كبير يبقى فكر إيه؟ والفكر التقليدي ده اللي احنا بنسميه ميكانيكي، بنسميه نظام ثابت، حاجة ثابتة. طب لو كان الانتاج اللي عندي متغير يبقى اتبع مين؟ سلوك. السلوك اللي هو الايه يا اولاد؟ والعضو اللي هو المرن. يعني كل دي اسامي تمشي مع بعض. لو بيئة مستقرة يبقى ايه؟ تقليدي. بيئة متغيرة يبقى ايه؟ سلوك. فهمتوا دي؟ حامل علامة امتحان. صوروها بقى.